السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غتشوفوا معايا بريوش ديال الشهده بطريقتي، محشوه بالشوكولاته بواحد الطريقه سهله ومبسطه في متناول اي سيده. تبعوا معايا الفيديو الاخر وغادي تشوفوا على بركه الله. بداو الفيديو ديالنا. اذا بسم الله. ناخذ بيضه. بالنسبه للمقادير بطبيعه الحال غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف بالتفصيل. ناخذ بيضه، غنديروا معها قبصه ديال الملح. غنديروا واحد معلقه كبيره عامره بسكر سنيده. انا ما كنبغيش ندير الحلاوه بزاف لان غندير فيها الشوكولات. نصف كاس ديال زيت المائده ونطرب مزيان، طرب يدوي. غادي نزيد واحد الكاس ديال الحليب دافئ ونخلط الكل جيدا. من بعد غنزيد واحد المعلقه ديال الخميره الفوريه، ملعقه صغيره مملوءه، ونخلط كل شيء هاد العناصر حتى كينسجموا مزيان. الان غندوزو للنواشف اللي هما الدقيق. في الاول كندير كاس ديال الدقيق وكيس ديال الخميره ديال الحلوى. هذا اللي كنعبر به هو الكاس، العبار ديال الكاس ديال العنبه. كلشي الناس اللي متبعيني عارفينها. اذا غنخلط مزيان هذاك الكاس ديال الدقيق مع داك الكيس ديال الخميره ديال الحلوى. هنا كاضافه غادي نزيد باش نسمو هذيك لابغيوش. غادي نزيد غادي نحك المبشور ديال الحامض، كيعطي واحد النسمه زوينه. وغندير واحد الساشي ديال الفاني. اذا هاد العمليه كنديرها في الاول باش العناصر كلها كتنسجم مع الدقيق. عاد غادي نبدا نكمل. انا تقريبا هنا عندي نصف كيلو ديال الدقيق اللي حاطاه باش نخدم به هاد البغيوش هادي. وانتم راكم عارفين بالنسبه للدقيق راه كتبقى تزيدي تدريجيا حتى كتجمع لك العجينه ولا كتحصلي على القوام اللي انت باغا. بالنسبه لهاد لابغيوش راه ما كتجيش قاصحه، العجينه ديالها خصها تبقى خفيفه، كتبقى تلصق لينا في يدينا. هذا هو السر باش كتجي هشيشه وكتجي مفشفشه، كتجي عجينتها قطنيه. هانتوما غتشوف هنا واحد نصف كاس ديال الماء. انا ما كنديروش في الاول، ملي كنبدا نخلط في العجين عاد كنبدا نديرو باش كيسهل عليا العمليه ديال الجمع ديال العجينه. كما كتشوفوا راه ما كندلكو ما والو، غير غادي نجمعوا العجينه مزيان ونخليوها ترتاح، نغطيوها ترتاح مزيان. هذا هو السر. هنا صافي دهنتها بشويه الزيت. غادي نغطيها ب هاد الفيلم اليمونتير وندير عليها واحد المنديل ونخليها ترتاح على الاقل واحد القسمين حتى كتخمر وكتطلع شويه. من بعد ما خمرات والحجم ديالها تضاعف كنعاودو نديوها ونجيبوها بهاد الطريقه هذه. كنحيدو منها داك الهواء. شفتوها راه كتلصق في اليدين. هذا هو القوام المطلوب. يعني الا كانت قصح من هكا راه ما غاديش تجي هذيك البغيوش زوينه. هنا غادي نبداو كما شفتوا. غادي ندير هاد الكويرات صغار نفس الحجم. دهن يدي بالزيت مزيان وكنبدا نشكل في هاد الكويرات العجينه كامله. صافي هنا ملي كملت العجينه كلها غادي نجيب غنجيب هاد المول اللي غادي نديرو فيه هاد الشهده ديالنا. غتدخل الفران. غادي ندهنو بشويه ديال الزيت، ندهنو مزيان. وهذا واحد الشوكولات ما متوفرش عندي الشوكولاته ديال الدهن، وخديت الشوكولات حطيته في الطبسيل ودرت فوق من كاسرونه باماغي باش شويه داب ليا باش نقدر غادي نعمر به هادوك هاد البغيوش ديالنا. اذا بسم الله غادي نبدا. غادي ناخذ اول ما هانتو باش تشوفوا معايا مزيان. غادي ناخذ اول وحده. ما غاديش نبسطها بزاف، غير شويه. نحط هذاك الشوكولات وكنجمعها بهذه الطريقه هذه باش تبقى عندي هذيك الكويره مزيانه. بالنسبه لابغيوش لا لاحظتوا انا هنا هاد الشهده هذه كنحط اول كنبدا بالوسط ما كنبداش بالجناب باش الشكل ديال الشهده يجيني زوين. هنا ملي كنبدا بالوسط كنتحكم انني
غادي هذاك المنظر ديال الشهده غادي يمشي ليا مزيان صافي. وغادي نبدا نكمل. طريقه سهله مبسطه. تقدروا اللي عندكم الشكلاط ديال الدهن كيجي مزيان صافي. هنا غادي نبدا ندور هذاك المركز ولا السونطر ديال هذاك المول. غنبدا ندورو باش تجيني الشكل ديال الشهده مزيان. وغادي نكمل حتى غادي نكمل العجينه كلها. هنا ملي ساليت هاد الكويرات كلهم غادي ندهن هاد الشهده هادي. غندهنها في الاول، ما نتسناش حتى تخمر واحد شويه باش هذيك الفورمه ديالها ما كتهبطش. اذا كندهنها كلها بواحد الصفر ديال البيضه بهذا الشكل هذا. ومن بعد عندي واحد شويه ديال اللوز كونكاسي غادي ندهنو غندردرو من الفوق. هذا كيبقى اختياري، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، وكاين اللي كيفضل يدير زنجلان ولا حاجه اخرى. اذا هذا كيعطي واحد المنظر زوين. غادي ندهن غادي ندردر عفوا هاد اللوز، وغنخليها واحد شويه ترتاح على ما يسخن ليا الفران. الفران سخون على درجه ديال 180 حتى كيسخن مزيان. كنشعلو عليها غير من التحت، ومن بعد عاد غنشعلوها من الفوق باش تحمر. اذا الشهده ديالنا هي من بعد ما طابت خدات واحد تقريبا 25 حتى 30 دقيقه. غنتسناو عليها حتى تبرد. ملي بردات، وهنا كاضافه ضوت واحد شويه ديال الشكلاط ودرت فواحد البوش، وبديت كندير هاد الخطوط هادو كتزيين وكتذكير بالشوكولاته اللي كاينه من الوسط في الوسط ديالها. اذا الشكل النهائي ديال الشهده ديالنا هو هذا. كتجي رائعه، كتجي روعه، واحد اللون فيها كيجي زوين. ومع هاد الشكلاط كيعطيها واحد مذاق اخر وشكل اخر للتغيير. كنتمنىكم تجربوها وديروها لوليداتكم. انا غادي نحل معكم هنا باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي من الداخل. كتجي خفيفه، راه باقا سخونه وبغيت نوريها لكم باش تشوفوها مزيان. ها هي طايبه مزيان، كتجي محمره حتى من التحت وطيبه، وما كتجيش ديك الشهده اللي كتجي غليظه اللي ما كيقدرش انسان ياكلها. كتجي رائعه. كنتمنىكم تجربوها وديروها لوليداتكم. كنتمنى ان هادشي اللي كنقدم لكم يفيدكم ولو شويه. ما تبخلوش عليا بالبارطاج مع الاهل والاحباب ولي لايك وتعليقاتكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.